السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة قصص المستغلمية. اليوم جبت لكم حكاية من نوع الحاجة الباهية في كناينها لاهية. نبداو يعني على بركة الله، لكن قبل ما نبداو نقول لكم انا قريب نحكو قرابة 10,000 متابع. نقول لكم جا بارطاجيو هذه الحكاية عند الناس اللي تعرفوهم احبابكم، باش يعني نقفلوا عشرة عن قريب. نحتاجكم كامل تعلقوا في هذا الفيديو وتخبروا ولا تعطوها حل لهذه مولات القصه، وما تبقاوش تسقسوني اسئله جانبيه. مثلا راك تحطي لنا هذه الفيديوهات، راني قلت لكم من قبل هذه الفيديوهات اليوتيوب فرضها علينا، قال لك ما تحطيليش صوره، قال لك حطي لي فيديو. لازم تصوري لي فيديو وتحطيه، وهذاك الفيديو ما تخونيه من حتى بلاصه، لازم انت تصوريه بتليفونك وما يكونش محطوط جامي من قبل في اليوتيوب، باش تفهموا ما تهضروليش هضره جانبيه. ركزوا مع الحكايه. اذا الحكايه تاع اليوم اللي جبتها لكم تقول لكم باللي انا نسكن في دار العائله. الزوجه تاعي عامل يومي، نهار يخدم نهار ما يخدمش، وعندي حمايه بين قوسين لوسي، انسان لاباس به، تاجر، يعني عنده حانوت تاع كتان، تاجر ما شاء الله، قالك يدخل الدراهم يعني تبارك الله. وخوه ما بغاش يخدم معاه، يعني اصلا هما ماشي متفاهمين بزاف، يعني واحد ما يشم خوه. المهم انا وعجوزتي متفاهمين، ما بيناتنا يعني والو، زعما كما نقولوا مطايبين. ما عندناش مشاكل، ما كاش يعني مشاكل، حتى مشاكل خفيفه ما كاش، الحمد لله متفاهمين في كلش. تعاوني نعاونها، يعني ما دير على الهضره تاع الناس وانا ما ندير على الهضره تاع الناس. اما لا هذا لوسي ولا حمايه، يجي واحد النهار خمم باش يبني سكنه الفوق ويعني ويقعد وحده، يدي مرته ويطلع الفوق. ابن هذيك السكنه كملها، طلع مرته وسكن الفوق، باش عاد جابوا هذيك الناس زوجه. هذه مولات الحكايه. قالت لكم باللي كي جيت انا لقيتها صي راهي في الكمال، قعدت واحد الشهرين ولا 3 اشهر وطلعت لدارها الفوق. قعدت يعني تعاون الزوج تاعها، مره تعمر لها الوسايد ولا المخايد، مره المهم كتعاون فيه بزاف، تكف له المخايد، المهم كانت معاوناته. وانا كنت قاعده في الدار غير الميناج التسياق، كل شيء طبيعي. حتى لواحد النهار وين هذا لوسي خمم يجيب ولد خاله يعاونه في الحانوت، على خاطر كبر الحانوت، كبر المشروع، بغى يزيد يحل حانوت واحد اخر يحكمه، ويجيب ولد خاله اللي هو ولد خو الشيبانيه الباهيه هذه باش يشد له الحانوت. وانسان يتيم، ما عندهش الام، عندها زوجة الاب اللي كانت طايحه فيه، يعني حاقرته وكامل، وماشي خدام، ما قرا ما دار والو، كانوا يعني غير قاعد في الدار وصاي، ولا هكا كما نقولوا نهار يخدم نهار ما يخدمش. وبحكم الزوج تاع هذه مولات الحكايه ما بغاش يخدم معاه خوه، قال نجيب هذاك اليتيم ندي فيه الاجر. مالا جابه، والعجوزه كانت فرحانه بزاف، قالت لك بلي عجوزتي كانت فرحانه بزاف على خاطر جاب ولد اختها ومن يتيم وكاع حنت فيه، قالت مليح اللي جابه ولا يخدم. هي في الحق انسان امين، جامي خون لهم، جامي دار لهم حاجه كي والو، يخدم من قلبه، يخدم بنيته، وانسان تاع ضمير. شواله كان يجي يبات عندي في الدار، ولا يبات في الدار الكبيره كما نقولوا، يبات عند عمته اللي انا ساكنه معاها. اللي وصلتوا لهنا للحكايه ديروا جام ابن عمي، توصلوا كاع لهنا وتبعوا كاع الفيديوهات، بصح باش ديروا جام ودعموا والو، ديروا جام وخلوا تعليق. المهم قلت لكم باللي كانت فرحانه به، قولت في الليل يجي بات تماك في الدار، فطور ثاني يفطر تماك في الدار، الويكاند يقعد في الدار عادي، يعني كيما واحد من الدار. قالت لكم الزوج تاعها قال لها شوفي من يكون ولد خالي لهنا سموك تتحجبي، ما تبانيش قدامه بلا خمار، وهذوك البدعيات اللي هكا مفضوحين، وهذوك ما كاش الصوت لا يروحوك، لبسي ديري لي مونش، البيجاما ما كاش، ديري الخمار، ما تبانيش كاع قدامه، ولا بنتي لازم تباني بالخمار. قالت لك وليت كره حياتي. السيد اللي هو لوسي يدخل في الدراهم، ومرته راقده متكسله، وانا قشاه يحطه لي في الدوش، وانا اللي نغسله الماكله، انا اللي نطيب له، وانا اللي نسيغ له، وانا اللي نوجد له فراشه، وانا اللي ندير كلش. تسمى هو يقول لك راني عند عمتي، والاخر يدخل في الدراهم، والمشكل انا اللي تعب زايد عليا ومضايقني في حياتي، يعني حسب الديرونجمون. انا قلت باللي مادام السيد راه جابه يخدم عنده، يعني يديه لداره يطلعه الفوق بيته، ماشي جابه خلاها تحت وانا اللي راني مستكلفه بالامور تاعه. قالت لكم
قولوا لي كيفاش ندير. نهضر مع العجوزه غادي تزعف تقول لك راكي تحاوزي لي في ولد خويا. نهضر مع راجلي قالت لك باللي راح يقول لي باللي ما راناش في دارنا. لو كان جا لدارك تنجمي تهضري، جا لدار عمته ما عندكش الحق تهضري. قالت لك نهضر مع لوسي يقول لي انت اش دخلك مرتي تسكن الفوق، كيف نخلي نفوتها على عمتها تحت ونطلعها الفوق يبات كاع ماشي جايه يقعد تحت. وانا قلت لكم راني نشوف باللي لا مولاتي متكسله راكده في دارها، ما تغسل لها قشه، ما تخمم عليه، ما تخمم والو، غير انا زايديني التعب وزايديني الديرونجمون في حياتي. قالت لكم كيفاش ندير. نروحوا نشوفوا لاتي ولا مولاتي واش قالوا لها نشوفوا الاولى اش قالت لها. سعدي بمولات الراي الاول قالت لها وليد خالو يسمى عجوزتك تقول له وليد خويا، يسمى انت رايحه تحاوزي وليد خوها من دارها، دوريها في راسك تعرفي الجواب. الزوجه قالت لك علاه ما يديهش حماك يسكن معاه ويرقده في داره ياك يخدم عنده. قالت لك يبات عند عمته عندنا ما يديرونجيهش هو. قالت لك زعما هذه مولات الحكايه تقول لك اللي زعما يجيبها عند عمته باش ما يديرونجيهش. قالت لك تسمى هو مرته مرا ويدير لها الحرمه وانتي يديرك ثم دار السبيطار. هضري مع رواجلك. قولوا لي نتوما الراي اللي بالكم، الراي شباب قولوا لي هذاك هو الراي اللي دير عليه، قولوا لها دير عليه. قالت لك تخدم على عجوزتها وشيخها وراجلها وزيد الطفل. والله لا مليحه، والله لا مليحه هذه. شوفوا راني نقرا لكم التعليقات كي شغل هي راهي تهدر، ماشي راني نعيه ونجيب لكم في القصص. او مو بارطاجيو القصه في الميسنجر، روحي ديري الرابط وارسليه في الميسنجر. قالت لك تخدم على عجوزتها وشيخها وراجلها وزيد الطفل. والله لا مليحه هذه، روبو دوك تزوجت باش تخدم على الناس ولا جابوا مرتو ولا جابوا مرتو وينها، ولا هذيك تدخل الدراهم وتعيش وحدها وهما جايبينه، وهذه مسكينه تخدم عليهم. با كون جابوا راجلها قولي لها بصح جابوا خوه او مسؤول عليه، ومرته هي اللي تتهلا في الخدام تاعهم، ماشي هذه. قالت لك هذه زعما باللي هو جاب يتهلا في الخدام تاعه، مادام جابه يتحمل مسؤوليته. ايام ولات الحكايه في التعليقات بداو يقولوا لها مكا ما دخلك دار العجوزه الباهيه ما لا هذه قالت لهم اللي راه يقول لها مكان ما دخلك ولد خو عجوزتك كي تهمبر وتخدم على شيخه وعجوزتها تاني تقول لهم مكان ما دخلني دار العجوز تخدم العجوز. هذه جياحه اللي تقعد في دار العجوز لازم تهز وتسكت ولا ماشي مليحه. كل وحده تحط روحها في بلاصتها، وديجا لاه ما يديهش يبات عنده وياكل عنده ياك يخدم عنده مش عندكم. دائما اللي يقول كلمه الحق دائما يلوموه، دائما يحقدوا عليه، دائما يولي ماشي مليح، دائما يولي يهضر كلمه الحق ويولي ماشي مليح. هذه هي الهضره. شوفي الريان يخلو الخيام. الراي اللي يساعدك خيره. نتوما عطوها راي في هذه المشكله، واش يعني الحل لهذه المشكله. دار العجوزه، الخدمه تاع سلفها وهي اللي متحمله كل شيء. اعطوها الحل اللي يناسب المشكله تاعها. في الاخير نقول لكم كل مره نجيب لكم قصه جديده مشكله جديده ونقول لكم اختاروا الحل المناسب لهذه الحكايه، ولا عندكم حل مخالف تماما لهذه الحلول اكتبوا لنا في التعليقات.